لو سألتك أو قلت قدامك مصطلح منطقة أثرية أو تاريخية، إيه أول حاجة هتيجي في ذهنك؟ هيجي في ذهنك حاجة من الثلاث حاجات دول، يا الأهرامات يا الأقصر يا أسوان. خليك معايا في الفيديو وأنا أغير لك وجهة النظر دي. ربع الخطيبة. ربع مكون من 3 طوابق، طابق أرضي وهو عبارة عن 4 مخازن. كانت وظيفته إيه؟ اللون ده خاص بالصوفية، الصوفيين يعني. شايفين شكله عامل إزاي؟ مسجد الكنائي من أقدم المساجد هنا. النهاردة إحنا موجودين في مدينة بتحتل المركز الرابع عالميا في الآثار الإسلامية، وتم اختيارها من منظمة اليونسكو لتكون محمية طبيعية، وده لأنها المدينة الثالثة في مصر في الآثار الإسلامية. لو كل ده ما عرفتش إحنا فين، فإحنا في المدينة المشهورة بمقولة لو كنت في توة اتجوز من فوة. احنا النهاردة موجودين في مدينة فوة، وهي تبعد عن اسكندرية بحوالي 85 كيلو وعن القاهرة ب 190 كيلو. فوة تقع في أقصى شمال مصر، وهي تابعة لمحافظة كفر الشيخ. طيب ليه اتسمت بفوة؟ في الحقيقة في أكتر من رواية. في رواية بتقول يرجع الاسم إلى أحد أحفاد سيدنا يعقوب، وكذلك مركز الحمول التابع لمحافظة كفر الشيخ. والاسمين دول يقال إنهم من أسماء أحفاد سيدنا يعقوب، ومدون في كتاب مقدس. وفي رواية تانية بتقول اتسمت على اسم ملكة كانت تعيش في المدينة ومعروفة بتوسعها في التجارة. وفي روايات تانية كتير. المدينة بالكامل تطل على نهر النيل، ومن أكتر الحاجات اللي معروفة ومشهورة بيها المدينة هي صناعة الكليم والسجاد والفسيخ الفوة. فوة فيها أكتر من 365 جامع أثري، لذلك لقبت بمدينة المساجد. فوة تاريخيا كان اسمها في العصر الفرعوني ميتيليس، والعصر اليوناني والروماني بوي، يعني مدينة الأجانب، لأن كان فيها قناصل وكان فيها جاليات أجنبية كتير بتسكن فيها زي الطليان وغيرهم. وكان ساكن جنب بوابة مصنع الكتان اللي بيطلقوا عليها الأهالي لحد دلوقتي بوابة مالطا، لأن كان فيها جاليات أجنبية كتير بتسكن هناك. في عهد محمد علي باشا كانت يطلق عليها قلعة الصناعة. فوة فيها كتير من البيوت التراثية والوكالات، لأنها كانت ميناء مهمة جدا على فرع رشيد. من كتر البيوت والأماكن الأثرية هناك حرفيا هتحس إنك رجعت بآلة الزمن مئات السنين. مدينة فوة مليانة أماكن أثرية وتاريخية زي مصنع الطرابيش ومصنع الكتان والقط وجوامع إسلامية ووكالات وكتير من الأماكن الأثرية والتاريخية، ولكن للأسف ملحقناش نصور الأماكن دي. أول انطباع خدته عن فوة أول ما جيت هنا، البلد هادية جدا وفاضية، معظم شوارعها فاضية وهادية. بص الجامع ده، أول مرة أشوفه الجامع ده، أكيد أول مرة أشوفه، من أول مرة أجي هنا أكيد طبيعي أول مرة أشوفه. هو مقفول من جوه؟ الجامع ده اسمه جامع نصر الله، بس هو شكله مقفول، مش عارف بقى مقفول خالص يعني ولا هو هيفتح سقف الصلاة، مش عارف. شايفين تفاصيل الجامع؟ أنا معرفش الجامع ده ممكن يكون بقاله كام سنة، مش مكتوب أي تفاصيل، بس البيبان والخشب وتصميمه يبين إن هو بقاله سنين كتير قوي. زمن. حصل له مشكله مع الحاكم، حد اوتى بيه حصل، فايه السلطان عاقبه وحبسه، واثناء حبسه فهو نادر ان هو لو ربنا طلعه من المحنه اللي هو فيها دي هيبني مسجد لله في مسقط راسه في فوه. طبعا احنا عندنا الشواهد ان الجامع من العصر المملوكي، والبعض الاخر طراز عثماني. وده طراز خاص بالمدن بعيد عن القاهره شويه، يعني اللي هيروح تكو طنطا، اللي هيروح المحله، اللي هيجي ناقص قوه، اللي يروح رشيد هيلاقي. اعمق مكان في المسجد هو انهي جزء؟ المحراب. تغلب ازاي على فكره التهويه والاضاءه بتاعت المحراب؟ هنلاقي استبدل ان هو القبه اللي كان بيستخدمها في العصر المملوكي وما قبله بالشخشيخه اللي موجوده فوقيها، فهنلاقي ان دي نفس الوظيفه اللي كانت بتقوم بيها الوظيفه بتاعت القبه في العصر المملوكي والفترات السابقه، اللي هي بتدخل الاضاءه. النظام اللي احنا شايفينه ده، روحوا اي منطقه او اي مدينه من المدن بعيد عن مدينه القاهره هتلاقي منتشر فيه بشكل كبير الجزء الخاص. المسجد طبعا هنلاقي زي ما انتم شايفين فيه عدد من المواقيم السلطانيه. لما نيجي نأرخ المسجد دهوت، هو ما فيش تاريخ يعني ثابت ليه، عشان هو كان من العصر المملوكي ولكن اعيد تجديده بعد كده في العصر العثماني. فبنيجي بقى عايزين نأرخ المسجد، بنعمل ايه؟ بنشوف تاريخ النصوص اللي موجوده داخل المسجد. هنلاقي احنا بنتكلم ان هو 803 اللي هو التاريخ بتاع المواسم بتاع خالد بن برقوق، والمرسوم بتاع المؤيد شيخ
فانا خدت شويه معلومات. لا مشهور بسيخ ومشهوره السجاد والكليم صناعه. احنا دلوقتي موجودين في ربع الخطايبه. النزل اللي مبني ورايا ده بقاله ما يقرب او اكتر من 100 سنه، من بدايه القرن ال 19. خليكم معايا وانا هوريكم المكان جوه عامل ازاي. شايفين التفاصيل هنا عامله ازاي؟ دي خزنه ولا ايه؟ مكان تحفه معماريه. ملك وهم بيشرحوا خدت بالي بيقولوا ان هنا الخشب ده ما بيتدقش فيه مسامير، يعني كل الخشب اللي راكب ده ما فيهوش مسامير، معرفش ازاي. شفتوا التفاصيل؟ التجليد يا شباب، احنا عندنا معظم الاسقف في المنشآت الاثريه اسقف مجلده خلاص، ويقوم راسم عليها بقى. الربع اللي احنا واقفين قدامه ربع الخطايبه. يعني ايه ربع؟ ربع في اللغه يعني مبنى سكني. الخطايبه نسبه الى اسره الخطيب، هي بتتقال الخطايبه او الخطاطبه، لها كذا نطق، وهي ترجع الى اسره الخطيب، اخر اسره كانت بتمتلك هذا المكان. تاريخ الربع يعني اول حاجه بنتكلم عنها التاريخ الانشاء. مفيش نص تاسيسي لربع الخطايبه، تقريبا هو بدايه القرن ال 13 الهجري ال 19 الميلادي. الربع كانت وظيفته ايه؟ هو الفندق. التجار بيجوا، اول مكان بيقصدوا التاجر المكان اللي هيخزن فيه البضاعه وهيقعد فيه، ودي كانت مخصصه للحفلات الليليه والجلسات اللي هي التجار بيعملوا عقود التجاره مع بعض. كمان من اكبر رجال الدين الموجودين في فوة هنا، هو حتى راح القاهره سنه 970 وكان من اكبر رجال الدين في الوقت ده. يعني يقال ان هو كان بمقام شيخ الازهر، كان راجل قوي دينيا في القاهره، وبعد كده رجع هنا فوة وتوفى فيها سنه 980. تمام. كان من اول الشيوخ اللي عملت حلقات لتحفيظ القران والذكر، وكان محمد ظهير الدين ابو المكارم ده من اول من انشا حلقات الذكر في فوة. تمام. الجوامع عندنا في فوة كلها على فكره كانت على شط النيل، كانت على شط النيل مباشره. من ضمن الانطباعات اللي خدتها عن البلد هنا ان المطاعم والمحلات بتفتح متاخر، يعني تقريبا بيبتدوا يومهم من الساعه 3. طول ما انت ماشي هتلاقي مثلا محل ما بين كل 5-6 محلات فاتح، محل واحد. احنا دلوقتي رايحين او قدام جامع مسجد الكنائي. خدت بالي منه فعلا في موضوع الجوامع ان هم متشابهين جدا يعني هنا بالظبط في الأعمدة، الجدران، طريقة تصميم الشبابيك حتى. اللي أنا لاحظته في الجوامع إن في تشابه كبير قوي ما بينها وما بين بعضها، فده اللي يدل إن هي في الغالب ممكن تكون اتبنت كلها في عصر واحد. يعني انت لو دخلت جامع فعلا هتحس ان انت كانك دخلت بقيه الجوامع يعني. احنا في التكيه الخلوتيه. لو عايز تعرف بقى المثل اللي بيقول لك هي دي تكيه خالتك، هتعرف المثل ده من هنا، تفهم يعني ايه تكيه. دي اليافطه المفروض بتشرح لك شكل التكيه عامل ازاي. لا مش التكيه ده، هو هنا بيشرح لك المنطقه بقى كلها. شايفين التفاصيل يا جماعه؟ هربط لكم بس اللي هو اسم التكيه ده هو بحاجتين يمكن دارجين على
لساننا على طول بنقوله. هي التكيه كان ايه؟ كانت الدراويش والصوفيه بيقعدوا فيها، ودي كانت استمرار للخنقاء اللي كانت موجوده في العصر المملوكي. فكان السلاطين والامراء بيوقفوا اوقاف كتيره جدا للصرف على التكيه، عشان اللي بيبقوا عايشين هنا اهوت ما بيكونوش شغالين، عشان هم منقطعين للعباده. عشان كده اصبح الكلمه الدارجه بتاعتنا انت شايفها تكيه لما بيكون ايه؟ لما بيكون واحد بياخد حاجه اكتر من حقه. ليه؟ شايفها تكيه يعني انت شايف ان ده مكان بتاخد منه من غير ما تشتغل. وجد مصطلح تاني ممكن تكونوا سمعتوا عنه في التاريخ اسمه تنابلة السلطان. ليه؟ كانوا ناس برضه ما بيشتغلوش ولا اي حاجه، بيفضلوا قاعدين في التكيه ما بيعملوش اي حاجه، بس بياخدوا من الوقف بتاع التكيه اكل وشرب من غير ما يعملوا اي حاجه. عشان كده جت اللفظ بتاع تنابلة السلطان. فانتوا هتلاقوا الفاظ ممكن تكونوا بتسمعوها وبنستخدمها هي من اصل كان التكايه اللي موجوده في العصر العثماني. احنا رايحين فين دلوقتي يا احمد؟ والله رايحين نسيج. مش عارف تدخلني في الكلام ده على طول. مش عارف هنا، مش عارف احنا ماشيين. احنا رايحين مصنع النسيج. النسيج والكليم. ازاي الحاجات دي بتتصنع يعني؟ يقول لك حته شعريه بالله عليك. احمد بيقول شعر. فكك من القطيع ومن شغل النواشي، الكلام للجميع اللي جه واللي ما جاش. ربك ادالك عقل استخدمه وفكر بيه، ما تسيبش فرصه لحد يركبك ويقول لك شيل. اعرف انت عايش ليه وايه هدفك في الحياه، ارسم لنفسك الطريق واحلم باللي بتتمناه. شق بنفسك الطريق علشان توصل منتهاه، وادي لنفسك فرصه اختبر فيها ذاتك قبل ما تيجي القرصه وتندم على اللي فاتك. الندم والحيره على العمر اللي ضاع، على الصحبه والجيره وعلى كل اللي باع، على كل واحد ليا كنت فاكره من الصحاب اديته وقت كتير دلوقتي اصبح من السراب. فات من عمر كتير ولسه ما اشتغلتش، قدمت في كل حته والرد ما اتقبلتش. عارفين السبب ليه؟ لاني انا زي الفل، لما علمي ولا ادبي يلا علمي زي الفل. وتاني سنه حولت لسوق المجموع، يومها ما كنتش وحدي كنت وسط الجموع. جه وقت الكليه ميعاد التنسيق، جهزت انا ورقي وجه باقي الفريق. اداب انجليزي تجاره ولا حقوق؟ يا ابني خليك تجاره ويانا انت دروس. طب محاسبه او اداره ولا ايه العمل؟ يا ابني خليك محاسبه عشان تخلص تشتغل. خلصت الدراسه لقيت نفس الجروب اللي لسه عنده عقد واللي بلبع الحبوب. الكل بيتجمع بيترصص على القهاوي، شيشه دومنا ماشي والسحله دي اللي غاوي. من كتر الفضا اللي بيعمل بلاوي والعمر يتزحلق اوام زي الرغاوي. قررت انا بنفسي قلت لازم افوق، انا هقعد ويا نفسي واخلي طموحي فوق. همسك ورقه او قلم واكتب بايدي على السطور كل اللي اتحلم واسيبها على الباب منشور. وابدا المشوار خطوه خطوه من البدايه واكمل في الطريق عشان ابقى حاجه في النهايه. قعدت انا اخطط بس خلاص انا نسيت. كفو. ممكن نعرف من حضرتك بقالك قد ايه في المهنه دي دلوقتي؟ بقالي 55 سنة. وارثها عن والدك او جدك او حاجه ولا متعلمها من عن والدي. بسم الله ما شاء الله. كان بيقول لك على حاجه يعني هو حب يعلمها لك ولا انت حبيت المهنه من؟ لا أنا هم كان الشغل زمان ما كانش كده، كان المفروشات اللي هي العادية، الكليم العادي ده تطوير، ده شغل متطور كله اللي هو حاليا، غير الشغل بتاع الأول. الأول كان المفروشات اللي هي العادية والبطانية بس، والشغل اللي هو بيتصدر كان في بناخده من الاتحاد السوفيتي أسلحة وجمع. كانوا بياخدوا مننا تبادل سلع، كانوا بياخدوا الشغل بتاع المنتج بتاع فوق سجاد وكليه. كانوا بياخدوه. اكتر منتج شغال فيه هنا؟ اكتر منتج شغال فيه، اكتر حاجه بتشتغل فيها ايه؟ بشكل يومي او بشكل دوري؟ حاليا الكليم، بس الكليم بقى دلوقتي شغل بقى هندسي مش زي الاول، ما تصميمات هندسيه، مهندسين الديكور هم اللي بيطلبوا التصميمات واحنا بننفذها لهم. تتوقع ان المهنه دي مع الوقت هيحصل فيها ايه؟ ان هي تختفي ولا تفضل مكمله وتحافظ على رواجها؟ هتختفي طبعا. تختفي طبعا. لان ما فيش جيل صغير بيطلع فيها، عامل زي الشجره العجوزه، الورقه اللي بتقع ما بيطلعش غيرها. شكرا جدا يا عم الله ينور عليك. شكرا جدا. بالفعل هتتقطع. هات بكره من دي كده، دي لو شغالها على المكنه هتتقطع. شوف الخيط عامله ازاي، هتتقطع مش هتستحمل. احنا بنجمعه
ان هو يتشغل على المكنه. طيب حضرتك وظيفه الجمعيه بس ان هي ممكن بتكون مثلا وظيفه ان هي بتعلم برضو في وحدات تدريب للجمعيه، فبتاخد المنتج من الصناعيه اللي بره بتسوقه عن طريق الجمعيه. بيقولوا ان المطعم ده معروف هنا ومشهور يعني وعنده شويه اكل حلو، فعبد الرحمن اقترح علينا ان احنا ناكل من عنده يعني، فده المنيو بتاعه. لسه هنجرب الاكل بقى نقول لكم بقى الاكل حلو ولا وحش. لسه بقى لا داري الاكل داري الاكل عملتش. فاحنا دلوقتي هندخل نطلب ماشي، في الغالب يعني احنا هنطلب شاورما، الحاجات المعروفه المضمونه يعني، وهنجرب كده الاكل ونقول لكم راينا يعني. عايز تقول حاجه؟ نجرب الاكل بقى ونقول راينا باذن الله. ان شاء الله يعجبنا ان شاء الله. عايز تقول حاجه؟ قول اي حاجه. قول اي حاجه بقى انت. ناكل ونقول راينا في الاكل. هو بيحب التليفون مش واخد باله مننا اصلا. في حديقه او ملاهي فوه يعني، عندهم اماكن ترفيهيه حلوه يا جماعه. انا لسه اول مره اخش انا والشباب. منور يا حاج احمد. منور يا حاج احمد. الاسم المختلف الوحيد اللي فينا عبد الرحمن. احنا عاملين على طول. عبد الرحمن يا جماعه نسيت اعرفكم عليه عشان اول مره هتشوفوه في الفيديوهات بتاعتي. عبد الرحمن صحفي بس هو كان خافي الشخصيه بتاعته، ما كانش عايز يقول لي. انا اكتشفتها وانا واقف وراه وهو بيتكلم مع ناس، عرفت ان هو صحفي. بس انا مش هقول شغال في اليوم الساحع، صح يا احمد؟ لا مش في اليوم السابع. مش في اليوم السابع المصري، الجمهوريه. واحمد ده الرابر بتاعنا. لا هو شعر لازم بعد الاكل. عارف شارع حمنتيشي بجد. الله شارع حمنتيشي كمان. خلاص نسمعه منك ونشوف القرعه هتبقى عامله ازاي. قلت حمزه حاجه فيها حمز كده. هو احنا من جوعنا يا جماعه مش هنصور يعني، بس هو بدايه الاكل يبشر يعني. الاكل حلو. الاكل حلو يا احمد. الاكل حلو يا عبد الرحمن. لسه ما دقتش والله. هدوق بس فين اكل بسرعه. انا واحد فيهم انا كده. حلو جميل صح. بصراحة يعني يوم جميل جدا الحقيقة بكل الشباب يعني، خصوصا أسامة وأحمد وأحمد ناصر برضو. كل الشباب الحقيقة من الناس اللي الواحد يعني الحقيقة مبسوط جدا إن هو عرفها النهارده وتشرف بيها، وكان يوم ممتع جدا الحقيقة. كل الجولات والجو نفسه ممتع، الفيو ورايا كمان تحفة، كل حاجة جميلة بصراحة. مش هجيب سيرة الأكل بقى. لا خلاص. أهم حاجة طلعنا بيها من الرحلة دي الصحبة الطيبة. دي حقيقة. كان نفسنا نسمع أحمد والله بيقول شعر حلو قوي. بس شكله فصل بقى. عشان كده أنا هقول حاجة صغيرة بقى. مش كل ما تفتح إيدك تبقى بتحضن بني آدمين. إحنا ساعات لما بنحضن نبقى بنحضن رمل وطين. إحنا ساعات توحشنا الناس. إحنا ساعات توحشنا البني آدمين. وفر حزنك لسه هتحزن. وفر حزنك لسه هتحزن، ولم ضلوعك تحت ايديك. وقبل ما تفتح ايدك بص الاول. بص كويس هتحضن مين. ما هو مش كل ما تفتح ايدك تبقى بتحضن بني ادمين. شكرا. الله ينور. سلام. شكرا. كده يا جماعه يبقى الفيديو بتاعنا خلص. طبعا انا مش معود ان يكون في نهايه في الفيديو، بس صاحبت المطعم صراحه يعني. ضمنهم عبد الرحمن واحمد اثنين احمد، ناس محترمه بصراحه. تعالوا فوق يا جماعه. تعالوا فوق، في اماكن حلوه هنا فوق. تعالوا فوق اكتشفوا بلدكم يعني. سلام.